تديله سيليكون ولا رابر؟ امهات كتير في بدايه مرحله الاكل للاطفال ما بتبقاش عارفه تدي لطفلها معلقه سيليكون ولا بلاستيك ولا رابر. في الفيديو ده هعرفك الفرق بين الثلاث انواع وامتى تدي لطفلك انهي نوع منهم. اول معلقه بتديها لطفلك في بدايه مرحله الاكل هي المعلقه السيليكون. وليه بنختار المعلقه السيليكون؟ هما لسببين. اول سبب ان هي بتكون طريه جدا على لثه البيبي، وتاني سبب ان هو بيكون متعود على نفس الماتيريال والملمس بتاعها، وخصوصا لو انت بتديله سكاته بتكون الحلمه بتاعتها سيليكون، او بتديله بيبرونه فالحلمه بتاعتها سيليكون، او لو ابتدى يشرب هتديله الكوبايه اللي برده بتكون المصه بتاعتها سيليكون. تاني معلقه بتكون المعلقه الرابر، والمعلقه الرابر دي بتكون ما بين السوفت وما بين الهارد، ما بتكونش طريه جدا زي المعلقه السيليكون وما بتكونش صلبه جدا زي المعلقه البلاستيك. طيب بنديها له امتى؟ بنديها له في مرحله التسنين، علشان البيبي بيكون اللثه عنده ملتهبه ويبتدي ان هو يعض كتير، فلو اديناها له سيليكون هيبتدي ان هو يقطعها. ثالث معلقه هي المعلقه البلاستيك، ودي معلقه بنستخدمها بعد مرحله التسنين وبتكون الاسنان عند البيبي اكتملت، ودي بتكون المعلقه اللي البيبي هيستخدمها فتره طويله لحد ما يبتدي يتعود على معالق الكبار. طيب لو جبت معلقه سيليكون قول انا هتغير، ده اللي هجاوبك عليه الفيديو اللي جاي. انا عمر محمد بقدم لك منتجات ونصايح ليكي ولطفلك.